اهلا بيكم، معاكم كريم. لسه مخلص دلوقتي الفيلم بتاع ذا فلاش، قلت لازم اطلع اتكلم معاكم عن الفيلم. يلا بينا نبدأ بسرعة. Now you want to get nuts? Let's get nuts. ذا فلاش فيلم انا كنت مستنيه من فترة كبيرة جدا، وللأمانة مش عشان شخصية إزرا ميلر، لا، عشان شخصية فلاش نفسه، وكمان شخصيتين مايكل كيتون وبين أفليك، ولأني من اللي حبه جدا زاك سنايدر يونيفرس، وكان نفسي يكمل رؤيته للكون ده. فيلمنا من إخراج أندي موشياتي، واللي ما يعرفش هو أخرج أفلام زي ماما وجزئين الأفلام دي عجبتني جدا، وكنت مستني أشوف رؤيته لفيلم ذا فلاش. الفيلم قصته بسيطة جدا لكن فيها تويستات وتقلبات كتيرة جدا. القصة باختصار، فلاش والدته اتقتلت، فهو بيحاول يرجع بالزمن علشان ينقذها. هل هيقدر ينقذها ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الفيلم ده. القصة انا شايفها مش قوية قوي، هي بتعتمد اكتر على الجانب العاطفي. الاحداث في منها الاحداث الموفقة جدا واحداث تشعرك بشوية ملل. الفيلم احترم قوي شخصية بات فليك بس مش بدرجة كبيرة، وخد كونسبتس كده من تصميمات زاك سنايدر للشخصية دي، زي الدراجة او الموتوسيكل بتاعت باتمان. خد كونسبت كده كان عامله زاك سنايدر وطور من عليه او عدل عليه، واحترم جدا شخصية مايكل كيتون اللي كنت معجب بها جدا في الفيلمين اللي عمل كباتمان. واخيرا بنشوف طبعا شخصية باتمان بتاعته بعد ما طبعا اتحسنت المؤثرات البصرية، وبنعرف ان هو باتمان عنيف جاب اخره ومش همه حاجة اطلاقا، زي ما يقولوا كده بايع الدنيا. والبنت اللي عملت سوبر جيرل كان المفروض تاخد سكرين تايم اكتر شوية، وهي ابدعت في السكرين تايم المحدود اللي طلعت فيه. بالنسبة لي افضل كتير من اللي عملت المسلسل. البنت تحس ان هي شخصيتها قوية، مش حتة بسكوتة ممكن تقرقش. اما بالنسبة لإزرا ميلر، وانا هكون صريح معاكم جدا، انا ما عجبنيش الشخصية اللي هو كان عاملها في جاستس ليج. الواد كان مزعج وضحكته سخيفة جدا، اللي هي شيء سخيف جدا وعبيط. واللي يعرف شخصية باري ألان هو مش عبيط، كوميديان شوية لكن مش عبيط. بس في فيلمنا ده بيظهر ان هو ناضج اكتر. بصراحة عجبني اداؤه جدا في الفيلم كشخصية البطل الرئيسي يعني. لكن برضو عمل الشخصية بتاعت جاستس ليج كنسخة مصغرة منه، وبرضو كانت ثقيلة جدا، مش بنفس الدرجة طبعا بس ثقيلة. اما بالنسبة لجنرال زود، هو ما خدش وقت في الفيلم. المخرج معتمد ان انت خلاص عارف الباك ستوري بتاعه، فمش محتاج يتكلم عنه كتير. وبصراحة دي حاجة زعلتني لان مايكل شانون ممثل كويس وابدع في الشخصية دي بالذات. بس ممكن اتفهم ان هم قللوا السكرين تايم بتاعه لان مفيش احداث ممكن تربطه بالموضوع، وطبعا بسبب كثرة الشخصيات اللي في الفيلم، وان التركيز الاكبر على باري ألان بما ان هو البطل بتاع الفيلم. الموسيقى التصويرية هنا بديعة جميلة وبترجعك بالزمن لورا، والمخرج اعتمد بشكل كبير جدا على الحنين للماضي. الفيلم في العموم بيحاول يجذب المحبين بتوع دي سي وعشاق الشخصيات بتاع دي سي، وانا شايف ان هو نجح في ده فعلا. لو انت من عشاق دي سي هيعجبك الفيلم جدا، وهو اشبه بافلام الكرتون اللايت الخفيفة اكتر من ان هو شبه فيلم. ولانه فيلم فلاش فلازم طبعا يكون فيه اهتمام بجانب السبيد او السرعة وكونسبت السبيد فورس لما فلاش بيجري. واللي بصراحة عجبتني جدا جدا رؤية المخرج للموضوع ده، سواء باري وهو بيجري ورؤيتك انت كمشاهد للحدث بتاع الجري ده، او الاوقات اللي هي بيوقف فيها الزمن ويتحرك، او وجوده جوه كورة السبيد فورس نفسها، واستخدامه للرملة اشبه بالرمل الزمني اللي موجود في فيلم برنس اوف بيرشيا. حاجة بديعة فعلا. وبالنسبة للاكشن، الاكشن هنا جميل والاحداث متلاحقة، يمكن مش متلاحقة قوي لان في بعض المشاهد وبعض الاحداث انا حسيت بشوية ملل فيها. بس خلينا نتكلم عن الفيل اللي في الغرفة، وبالنسبة لي هو فيل كبير جدا جدا وغليظ، وهو المؤثرات البصرية والسي جي اي. بصراحة مش مسامح دي سي، والله ما مسامح. الفيلم ده قعد فترة كبيرة جدا في البوست برودكشن، كان لازم تكون المؤثرات البصرية والسي جي اي احسن من كده بكتير، كان لازم تبقى بولشد انف. الفيلم تحس ان السي جي اي فيه مش كامل، حاجة كده زي بعض الافلام الاسيوية اللي هي بتبقى لو بادجت، وده في اوقات كتيرة خرجني من حالة الفيلم. يعني بعد كل التأجيلات اللي انت عملتها والريشوتس يطلع المنتج النهائي بالمنظر ده، حاجة مش حلوة خالص. وبصراحة شيء ما عجبنيش بالمرة. تحسهم ان هم قالوا احنا كده كده مش مكملين في اليونيفرس ده، فبلاش نصرف عليه اكتر من كده وبلاش نأجل تاني. النكت هنا او الكوميديا اللي في الفيلم في اغلب الوقت كانت ناجحة بالنسبة لي، وفي مشاهد كتيرة ضحكت فيها. ورغم ان الفيلم مايل قوي ناحية الجانب العاطفي، مش هتحسه الدار
دارك قوي، هو لايت خفيف، مش زي طبعا زاك سنايدر يونيفرس خالص. في النهاية الفيلم عجبني، كان فيلم ظريف خفيف ما فاقش توقعاتي بس عجبني، وكفان لدي سي انا هديله 6.5 من 10، وده تقييم مستريح لان هو كان فيلم ممتع. بس اقدر اتفهم ان انت لو مش فان لدي سي ممكن تديله 5 من 10، ممكن اتفهم ده. مش عارف بقى الفيلم ده تنطبق عليه مقولة it's too bad it's good ولا لا، يا ريت اعرف رايكم انتوا في التعليق. بالنسبة للبوست كريدت سين ما تستناهوش، انت اول ما الفيلم يخلص اقفل وامشي، ما عجبنيش خالص. تحذير بقى بالحرق لان انا هتكلم في كذا حاجة كده ممكن تحرق عليك الفيلم، انا حذرتك خلاص وانت حر. بين افليك عجبني جدا في دور بروس وين، بالنسبة لي هو من افضل الشخصيات اللي عملت بروس وين. وباتمان ممكن تتوقع فعلا ان هو يكون صديق باري ألان، يعني كل انواع باتمان المختلفين هم في الحقيقة اصدقاء باري ألان، لان it makes sense. باري ألان هو محقق في اسباب الوفيات، محقق جرائم، وبروس وين هو اعظم محقق جرائم في التاريخ كله. ده غير ان الاتنين بيتعرضوا لمأساة في طفولتهم، مأساة اثرت على حياتهم للابد. واللي ما يعرفش بالنسبة للنكتة بتاعت إريك ستولز وفيلم باك تو ذا فيوتشر، في البداية كان هو اللي هيعمل دور مارتي وصور بعض المشاهد قبل ما مايكل جي فوكس يجي ويصور، بس بعد كده استبدلوه بمايكل. وبالتالي في الكون اللي هو صنعه باري ألان لما رجع بالزمن، إريك هو اللي خد الدور وما راحش خالص لمايكل جي فوكس. وفي ايستر ايج كده لما باري ألان الصغير طبعا بيبص لباري ألان التاني بيبص له كده، فالقناع بتاع باتمان بيحول وشه يعني بيغمي عينيه اصلا لما كانوا في الطياره. ودي مشكله مايكل كيتون اساسا في بدله باتمان القديمه، انه ما كانش بيعرف يلف راسه كده يمين وشمال. حتى لو انتوا شفتوه في الفيلم في الافلام اللي هو عملها يعني هتلاقيه بيلف بجسمه كده، يلف بجسمه كده، هو ما يقدرش يلف براسه كده. فبالتالي هم عملوا جوك من الموضوع، وانا فطست من الضحك لما باري ألان بيتشعلق في مايكل كيتون بيتشعلق فيه كده، بصص له بصه كده، انت عبيط ولا ايه؟ عجبتني قوي. مشكله كبيره جدا في السي جي اي لما كان في عيل في الفرن، يعني هو اول ما فتح الفرن كان عيل، اول ما مسكه بقى عيل تاني خالص. بصراحه حاجه دمها تقيل جدا ورزله، يعني عيب ان السي جي اي زي ده يطلع مع شركه دي سي يعني. وبالنسبه للناس اللي هتسال عن ظهور نيك كيج كسوبرمان، ده لانه كان هيعمل فعلا دور سوبرمان في فيلم اسمه سوبرمان ليفز، وراح ولبسوه البدله واختبر عمل تجارب اداء، فبالتالي هم حطوه كأن ده حصل في كون تاني مثلا. ما الفيلم الثيم بتاعه هو نسيان الماضي، والإنسان لازم يعيش الحاضر بتاعه ويركز في المستقبل. واعتقد ان هي رسالة خفية من دي سي اننا ننسى خلاص التخبط اللي كان في الاول ونركز على اكوان جديدة زي مثلا باتمان الجديد وهكذا. مش عارف متفقين معايا ولا لا. سوبر جيرل هنا انا حاسس ان هي مش بكامل قوة، وايا كان اللي حصل فيها وهي محبوسة ده اثر ان هي ما تكونش بكامل قوتها في مواجهة جنرال زود، لانها تحسها كانت منهكة، لان قوتها المفروض اكبر بكتير جدا من اللي ظهرت بيها. بس خلينا متفقين في حاجة، ان جيش جنرال زود هو فعلا اللي ممكن يعرقبهم، اللي هي مش الشخصيات دي اللي هتقدر تقف قدام الجيش بتاع جنرال زود. فعلا المعركة ما كانتش متكافئة، ولكن هو ده باتمان لما فرفر الضخم اللي فيه. باتمان مش من نوعية الشخصيات اللي هي تقف من بعيد وتراقب اللي بيحصل او ان هو بيتفرج على المعركة. باتمان قبل كده وقف قدام دارك سايد، مش هتقبل ابدا اي فيلم يخليه سايد لاين او يقف على الجنب ويتفرج على المعركة كده. هي از باتمان يا جماعة. بس المفروض ان باري ألان راح لباتمان اصلا لان هو اللي بيضع الخطة وهو القائد بتاعهم. انا ما شفتش في الثيرد اكت اي قيادة في الموضوع، مش عارف متفقين معايا ولا لا. بس فكرة باتمان المسن الغاضب على طول ده عجباني قوي، ونفسي نستكشف بقى فكرة باتمان بيون. اعتقد ان احنا ممكن نروح للمنطقة دي دلوقتي. بالنسبة لباري ألان وهو بيجري كده من غير قوته، هما بيتريقوا على نفسهم لان هو فعلا شكله مضحك وهو بيجري. فالمشهد ده بصراحة ضحكني جدا. وفي مشهد انهيارات العالم بصراحة يعني السي جي اي كان جريمة مكتملة الاركان. ده مش سي جي اي غير مكتمل، ده جريمة مكتملة الاركان. زعلان جدا من النقطة دي، انا مش مسامح دي سي. يا ريت بقى اعرف ارائكم تحت في التعليقات. كان معاكم كريم رمضان. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدوس لايك وشير الفيديو عشان نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبك المحتوى بتاعي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو. بس ما تخليش اي فيلم او اي فيديو يلهيك عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.